السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم النهاردة نعمل فينو الباجيت الفينو الفرنساوي الجميل ده؟ زي ما انتوا شايفين بيكون طري من جوه وبيكون مقرمش من بره، بيكون شكله جميل جدا وريحته حلوة جدا وبطريقة سهلة وطريقة بسيطة. بصوا المكونات اللي جواه، اللبابة اللي بتكون جواه بتكون سميكة، تقدري تعمليه لأولادك، بعكس الفينو اللي بنشتريه من بره بيكون ضعيف جدا. لما بنحط فيه المكونات بنبص نلاقيه ان هو بيبدأ يلزق على المكونات، والأولاد ساعات ما بيرضوش ياكلوه وبيسيبوه في المدرسة. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة ونقدر نحشيه أي مكونات موجودة عندنا بشكل جميل زي ما انتوا شايفين. يلا بينا مع بعض نشوف ايه الطريقة. معلقتين من الخميرة الفورية الجافة، وضيف عليها 2 مج من مج الشاي مية فترة، وببدأ ان انا اقلبهم واضيف عليهم معلقة من الزبدة انا سيحتها وضفتها. وببدأ أضيف دي طبعا اختياري اللي هو الزبدة، وببدأ أضيف الدقيق تدريجيا لحد ما بتتكون عندي عجينة بتكون إلى حد ما لينة، مش متماسكة قوي ولكن بتسيب من جدار الإناء. أنا ضفت هنا حوالي 7 كوبايات ونص من مج الشاي، وضفت طبعا الملح عشان التذوق، وببدأ إن أنا أعجن العجينة كويس جدا، وببدأ أسيبها تخمر، وبعد كده ببدأ أخدها وأعجنها على الرخامة بالمنظر ده وأفردها بالنشابة، وأبدأ إن أنا ألفها رول. وكل ما بلف الرول ببدأ إن أنا أضغط عليه بالمنظر ده لحد ما بخلص الكمية كلها، وببدأ بعد كده أقفله من الأطراف ومن الوسط واحطه في الصاج عندي. وطبعا بكون مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه جدا، يعني هو بيخش على درجه حراره 200، ولازم يكون في طبق موجود فيه ميه اسفل ايه الصاج اللي انا بحط فيه الفينو. وكمان ان انا بكون بفرده، وبعد ما بفرده ممكن اضيف عليه السمسم حبة البركة، وممكن اسيبه سادة زي ما هو. وزي ما هنشوف مع بعض بعد ما بنحطه في الصاج بنبدأ نعمل الفينو ده. بيكون كبير في الحجم او ممكن ان احنا نعمله بمقاس اصغر شوية، وهنضيفه بعد كده ونحطه في الصاج، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. بعد ما بحطه في الصاج ببدأ ان انا اسيبه يخمر، وبعد كده ببدأ اقطعه بسكينة تكون حامية بالورب كده، وببدأ ارش عليها شوية من الدقيق وشوية من حبة البركة. ده اللي هو بحبة البركة اللي انا عملته في الاول، وده اللي هو السادة. زي ما انتم شايفين في منتهى الجمال وريحته شهية جدا. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم وتعملوا الفينو ده بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.